السلام عليكم جمهور الحبيب، وحشاني جدا جدا جدا. في البدايه كده قبل ما تسمعوا الفيديو انزلوا حلقه نعملوا لايك، ولا انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. انا جالي مشكلتين بس على الفيديو اللي فات، فعشان كده انا طولت. المفروض ان انا متفق معاكم ان انا انزل فيديو كل يوم، بس انا ما لقيتش مشاكل كتير، فقلت يمكن حد يكتب مشكلته او كده. فمفيش حد كتب غير المشكلتين دول. في ناس دخلت بعتت لي انستا، انا ما ردتش على حد انستا لان انا مش هرد غير على القناه. هنا لو عندك مشكله في موضوع انك تدخل انستا عشان بس إيه، انت مكسوف او محروج او مكسوفه او محروجه، ولان انك تبعتي المشكله. انا مختار الموضوع اليوتيوب. انا اولا مش مفعل ربح، يعني انتوا مش بيعرض لكم اعلانات، انا لسه مفعلتش ربح على القناه. تمام، فدي اول حاجه. انا مش مفعل ربح وبحل الموضوع ده بحب، يعني انا بحب ان الناس على قد ما اقدر استفاد. فلما بقول لكم اكتبوا مش مشاكلكم في كومنت، مش عشان ابن عمك اللي عارف ان انت مسميه القناه بتاعتك يوزر اتش ان اس اب تي اتش 53000 هيبقى عارف ان ده انت. لا، الفكره في اليوتيوب ان مفيش حد يقدر يدخل يكلمك يقولك مش انت بتاعت مشكله كذا. ثانيا مفيش حد هيكون عارفك من اهلك او حد يعرف ان دي قناتك اصلا. دي الفكره كلها. كان على الانستجرام، على الفيس، على اي منصه تانية هيكون سهل ان الناس توصلك او يدخلوا معاكي يتكلموا، لان فيها شات. لكن هنا مفيش شات، في اليوتيوب مفيش شات، فده امن حاجه. ها، يلا. الحكايه حكايه مش مشكله. انا لما اتولدت مفيش حنان، مفيش امان، مفيش ثقه. اهلي ما بيدونيش الثقه. انا مش عارف اقول ايه. حاولت الانتحار اكتر من مره، كان نفسي اشوف حنان بابا عليا. المشكله هي كانت دلوقتي ان انا ما عنديش ثقه في نفسي من وانا صغيره. تفكير كتير، قله نوم تعمل لي سحر وانا في اولى اعدادي، ودمرت. دلوقتي انا عايز اموت بس. طيب بصي يا قمر، هو مفيش حاجة اسمها ان انتي عايزة تنتحري. تمام، دي اخر حاجة تفكري فيها. انا او انت فكرك ان انا ما فكرتش في الانتحار؟ يا اسطى، انا قضيت حوالي 3 شهور كل يوم بفكر ازاي انتحر، ازاي اعمل ده، وازاي لما اعمل الموضوع ما يفشلش واموت بجد. يعني انا ما كنتش عايز مثلا اعمل مثلا، يعني انا كان معايا عربية. تمام، قلت ايه، انا هشغل عربيتي وازود سرعة على الاخر واخبط في اي حاجة. بس جيت وانا اصلا خلاص خدت العربيه وماشي على الطريق اللي هو انا هعملها. انا ما عرفتش حد بقى، وماشي عمال اعيط بالعربيه بتاعتي اللي هو انا خلاص انا هموت دلوقتي. فجيت بعد كده وانا ماشي اللي هو طب افرض ما متش، هتعيش بقى عندك عاهه او حاجه. ما انت مش ممكن برضه بنسبه كبيره ما انت رايح عشان تموت، بس افرض ما متش هتعيش بقى بعاهه، وهيبقى صعب ان انت تنتحر بعد كده، وقت اصلا مش هيجيلك الجرأة انك تعمل نفس الخطوه دي تاني. فالانتحار دي اخر حاجه تفكري فيها. تمام، لان ده اولا كفر. تمام، لان انت بتعترضي على امر ربنا. وكلنا والله العظيم يا بنتي عندنا مشاكل. انت لو بتبصي لمشاكلك هتلاقي انها لا تذكر بالنسبه لمشاكل غيرك. وده اللي انا حسيته. ان انا مثلا كانت مش مشاكلي اغلبها ان انا بحب مثلا حد، والحد ده انا بحبه جدا ومش عارف اوصل له، اهلها مثلا مش موافقين. فدي بالنسبه لي كانت مشكله كبيره قوي، ان انا بحبك حب ما يتوصفش واهلك مش موافقين. بس لقيت ان في ناس تانية بتنضرب وبتتحبس وبتتكتف وبتتحط بالايام في البيت، ما بتاكلش، ممنوع عنها الخروج، ممنوع انها تمسك تليفونات. فحمدت ربنا على اللي انا فيه ده انا مشاكلي عبيطه قوي بالنسبه للناس دي. انا في نعمه. فانت فكري دايما ان انت في نعمه، انت مش وحشه. مفيش حاجه اسمها باباكي حنين عليكي او مش حنين عليكي. انا ابويا ما كانش حنين عليا. ابويا ابتدى يكون حنين عليا وانا في ثانوي، اللي هو بقى صاحبي مثلا في ثانوي، ان انا احكي له حاجه او اتكلم معاه واهزر وانا في ثانوي. فالاول لو انت سمعتي روايه هذه حياتي هتشوف ان انا عشت حياه وانا صغير زفت. انا كنت بنضرب بخرطوم احمر يا اسطى، خرطوم اللي بيحطوه في المباني عشان خرطوم متانته كده. كنت بنضرب بده وبحزام جلد طبيعي، مش جلد بقى بتاع اليومين دول، لا ده كان جلد طبيعي بجد. انا كنت بصرخ منه وعارف. تمام، فانت بالنسبه لمشاكل غيرك مش مشاكل. قولي ده دايما الحمد لله. صلي وادعي، حاولي تقربي لاهلك لو هم مش قريبين، لان ابوكي مش مطالب ان هو يقرب لك. ابوكي ده وعنده مليون حاجه يفكر فيها. عنده شغل، عنده مصاريفكم، عنده مدارسكم، عنده بيت وعنده ايجاره وعنده اكلكم، عنده شربكم، عنده حاجات كتير قوي يفكر فيها. فانت ما ترميش ان العيب من اهلك. ممكن يكون العيب منك انت اللي مش عارفه تقربي له. فحاولي تقربي لهم. انت ابوكي مثلا جاي من الشغل، كوبايه شاي، حضري انت الاكل، اتكلمي معاه في حاجه بابا عايز نعملها لك. قربي انت الدنيا. ما تاخديش ان انت اهلك مش بيكلموك دي حجه. لا، يمكن التاثير منك انت. جربي تاخدي انت خطوه. المشكله التانية هي دي قسما بالله انا عالمي. ادعوا لي يا شباب والنبي، ادعوا لي وصلوا على الحبيب في الكومنتات، او صلوا على الحبيب من غير الكومنتات، ولا لكم خلوا صلوا في الكومنتات. انا بحب شخص هو كمان بيحبني، بس كان عنده مشاكل بسبب اتحكم عليه ب6 شهور سجن. انا بحبه قوي بس خايفه
ينساني استناه ولا ايه، خايف بعد ما استناه ميرجعش يكلمني او ينساني. طيب بص يا ستر الكل، هو الموضوع بيكون متعلق على هو اتقبض عليه في ايه. تمام، يعني ايه المشاكل اللي كانت عنده واتحبس بسببها. ماشي، اول حاجه لو الشيء يليق بيك ان انت تتجوزي واحد كان محبوس في حاجه قبل كده، يعني مثلا كان متخانق مع واحد مثلا، اعتقد دي عادي لانه محبوس في خناقه. لكن لو كان حرامي ما اعتقدش هتوافقي. لو واحد مثلا داخل في جريمه، مثلا فتش واحد بالاكراه، اعتقد دي برضو مش تبقى لطيفه. لو اتحرش ببنت مش تبقى لطيفه. فانت الاول حددي نوع الجريمه، تمام، وشوفي هتبقى بالنسبه لك كويسه ولا لا، لان في ناس هتعايرك بعد كده. تمام، في ناس هتعايرك بعد كده. تمام، حاجه تانية، اولا كده انت لازم تفكري قبل ما تستنيه ويستناكي او ينساكي، لازم تفكري في حاجه تانية. اهلك هيوافقوا اصلا بواحد اتحبس 6 شهور قبل كده ولا لا؟ دي اول حاجه تحطيها. فوقك من ينساكي وما ينساكيش، اول حاجه تفكري فيها موافقه اهلك. اهلك هيوافقوا ان واحد اتحبس 6 شهور قبل كده يكون زوج لبنتهم اللي تعبوا وشقيوا وكافحوا وربوا ودخلوها مدارس وكانوا بيسهروا عشانها بيودوها مستشفيات؟ اهلك هيوافقوا ولا لا؟ لو اهلك هيوافقوا تمام، دي يبقى انت كده خدت ايه 50%. طيب في 25% لو انت بالنسبه لك الجريمه اللي هو عملها دي مناسبه. الموضوع التالت بقى اللي هو ايه تصرفات الشخص ده. طيب ده الشخص ده بعد ما يتحبس اولا هيطلع شخص ايه؟ اللي بيدخل السجن ده مش بيتغير. هم هناك مش بيدولك كتب تقرا فيها يعني مش بيعالجوك من الاجرام اللي انت فيه. انا معرفش محبوس في ايه، فاسف للاساءه يعني. بس وانت محبوس مش بيقولك مثلا خد كتاب كيف تكون شخص ناجح، لا، ده هو انت بتقعد مع ناس. انت مثلا داخل في جريمة كذا، قاعد مع واحد داخل في جريمة كذا، فمش بتستفاد منهم اي حاجة غير ان هم بيزودوا العنف اللي جواك. لان انت قاعد مع ناس مفيش حد فيهم كويس كلهم زيك، يعني كلهم عاملين مشاكل. فانت مش قاعد مع حد كويس. فهو لما يطلع هيكون شخص كويس ولا لا؟ ما اعتقدش ان في حد بيدخل السجن ده ويطلع كويس غير لما يكون اصلا من جوه كويس. فبرضه فكري في الحاجه دي، لان دي برضه عليها 25%، يبقى انت كده معاكي ال 100% كاملين. بس فمش عارف، في حد قايل برضه ان احنا نصلي على الحبيب، فانتوا صلوا على الحبيب بقى في الكومنتات. في حاجه بقى عايز اقولها لكم ولا مقولهاش ولا ايه؟ بصوا انا مش هقولها لكم دلوقتي يعني، بس انا هسيب لكم في اول كومنت اخر روايه انا نزلتها اسمها روايه جريمه قتل. هي عشان الروايه كان فيها مشكله ان انا نزلتها اول مره من غير مزيكا، فمسحتها ونزلتها تاني، فانتوا ادخلوا اسمعوها اللي ما سمعهاش. تمام، وهسيب لكم دلوقتي 4 فيديوهات اللي يعجبكم اسمعوه. اخوكم اسلام محمود بصوا انا هسيب لكم الانستجرام بتاعي في اول كومنت، تابعوني على الانستجرام. تمام، وهسيب لكم هنا ال4 روايات. ادي رواية جريمة قتل، رواية وتمضي الايام، رواية ورد، ورواية جميلة كالملائكة. سلام.